يلا بقى نعمل القمر الجميلة الحلوة دي، مفيش غنى عنها في رمضان. اول حاجة معايا كوبايتين من الدقيق، ادي كوباية وادي الكوباية التانية، وهنزل عليهم بنص كوباية دقيق سيمولينا اللي هو دقيق البسبوسة الخام، معلقة كبيرة بيكنج باودر، ربع كوباية من النشا بيعادل معلقتين كبار. كل المعيار معايا هنا بنفس ذات الكوباية. معلقة صغيرة خميرة فورية تكون مليانة، معلقتين كبار من السكر وممكن تستخدمي معلقة واحدة. ادي التانية. هقلب المكونات الجافة كلها كده على الناشف الاول، وبعدين هنضيف بقى ايه السوائل اللي هي عبارة عن 3 كوبايات من المية الدافية. ادي اول كوباية، وادي التانية، وادي تالت كوباية. واقلب بقى المكونات كويس جدا لحد ما الدقيق يختفي. الخطوه دي عايزه تضربيها على ايديكي كده زي ما انا بعمل تمام. عايزه تضربيها في الخلاط في الكبه، الحاجه اللي تريحك اعملي. هقلبها كويس قوي واغطي عليها واسيبها تخمر بقى، وبعدين هنشتغل فيها. انا بقى هنا في الخطوه دي ما بخمرش كتير ولا اي حاجه، هي مجرد العجينه معايا ما بترتاح لمده من 10 دقايق بشتغل فيها زي ما هتشوفوا دلوقتي. هو ما فيش، هنغطي عليها 10 دقايق بالظبط، ما تكتروش عن كده، وهنشتغل فيها ان شاء الله. بصوا هي ما شاء الله اصلا التفاعل ابتدى يبان، المفروض ان هو واضح قدامكم. انا عايزه اوريكم برده السمك عامل ازاي، شايفين؟ نفس سمك عجينه الكريب كده بالظبط اهو. هسيبها بقى ترتاح وهنشتغل فيها. وكده خلاص هي ارتاحت معايا 10 دقايق. بحطها في اي حاجه يكون لها بوز زي كده علشان لما انزل بيها تنزل كده شكلها متناسق. هجيب بقى طاسه تكون غير قابله للالتصاق، يعني حاجه تيفال او جرانيت او حاجه ما اشبه بذلك علشان ما تلزقش معايا. اهي الطاسه معايا سخنه بقى، هنزل باول واحده كده بس كده على قد الحجم اللي انا عايزاه، واسيبها على نار هاديه كده وهي هتستوي. بصوا الفقاقيع بقى هتبان كده وهتبان من فوق ان هي استوت. بصوا اهي، شايفين؟ هي كده اختمرت معايا كويس جدا. انا هعمل واحده واحده كده عشان خاطر ايه ما تلزقش مني. بصوا هنفضل مع بعض اهو. بصوا احنا هنفضل لحد ما العجين دوت كله يستوي، ما يبقاش فيه اي حاجه من دي خالص، يبقى كله بنفس المنظر اللي انتوا شايفينه ده اهي، ما بتاخدش ثواني. بصوا مجرد ما العجين ده اختفى انا بشيلها. تحفه جدا. هكمل كل الكميه بنفس الطريقه. اهم حاجه اول ما بتطلعيها من الطاسه بتحطيها على فوطه كده، تحطيها على وشها. بصي اهي كده وتسيبيها. وده شكل القطايف بتاعتنا، تحفه بجد يا جماعه، طريه كانها بصوا ملبن كده. بصوا طريه جدا، بصوا عامله ازاي تتقفل حلوه قوي. بصوا اهي، احشوها بقى الحشوات اللي انتوا تحبوها. بصوا عامله ازاي اهي، احشوها بقى الحشو اللي انتوا عايزينه، مكسرات بقى، بلح، قشطه كدابه، شوكولاته، اللي انتوا تحبوه. بس اهم حاجه تجربوا بجد، العجينه دي حلوه قوي قوي.